قواعد الاستفزاز ال14. ازاي تكون مستفز مع الشخص المستفز وما تدهوش فرصة يستفزك؟ في 14 قاعدة لازم تبقى متعلمهم. اولا، لو عايز تكون مستفز ارمي حكم ومواعظ على الشخص اللي انت عايز تستفزه. زي: انت لازم تكون واعي اكتر من كده، انا بفهمك الحياة ماشية ازاي. لا، ما ينفعش تقول الكلمة دي، ما ينفعش تتصرف التصرف ده، انا بعلمك. لو عايز تكون مستفز قلد تصرفات الشخص ده. يعني مثلا لو هو تكبر عليك انت كمان تكبر عليه. يعني ان هو يقولك انا ما حصلتش، انا ما حدش بيرضيني بسهولة، انا التوب، محدش بيعرف يشدني بسهولة، ساعتها اقول له برافو عليك، هو ده اللي انا علمته لك وانت اخدته بالحرف، بس انت تقريبا بتعمل كده مع الناس بس، لكن ما بتعملش كده معايا، عشان انا بلاحظ ان انت دايما بتحاول ترضيني. لو عايز تكون مستفز دايما وانتوا بتتخانقوا اقطع الخناقه مره واحده وقول للشخص ده اهدى اهدى، مالك اتضايقت كده ليه واتاثرت، انا مش قصدي بجد، هو انت خدت على خاطرك؟ حتى لو هو ما اتضايقش. لو عايز تكون مستفز مع شخص حدد له الوقت اللي انت هتقدر تقعده معاه، وان بعدها انت مش فاضي، قدامك ربع ساعة بالظبط هقضيه معاك، بعد كده عندي ميعاد مهم، 3 دقايق بالظبط ولازم اقفل، فلازم نتكلم بسرعة حتى لو انت اللي طالبه. لو عايز تكون مستفز ما تدخلش مع الشخص ده في جدال في الوقت اللي هو عايز يدخل فيه في جدال وعايز يتناقش فيه. لو عايز تكون مستفز اتكلم مع الشخص ده بصيغة الأمر، لا ما تتصرفش كده، ممنوع تعمل كده، لا ده خط احمر ما ينفعش تتعداه. لو عايز تكون مستفز نقي اكتر وقت الشخص ده بيحاول ان هو يتكبر عليكو وبيحاول اللي هو يتكلم عن نفسه او يبقى شايف نفسه فيه، وقوله بالعكس ده انت على نيتك قوي وطيب وغلبان قوي بجد. لو عايز تكون مستفز مع الشخص المستفز لما تكونوا بتتخانقوا وانت تقول كل اللي جواك، استنى لما هو يجي يرد ويكون متحمس قوي ان هو يتخانق ويرد عليك، وقوله طب استنى انا هعمل حاجة مهمة جدا وبعد كده يا سيدي هنتكلم في كل حاجة مضايقاك. لو عايز تكون مستفز ما تعرفش الشخص ده اي اخبار بتهمه، بالذات اللي هو مستنيك تقولها وعايز يعرفها. لو عايز تكون مستفز اتكلم بفخر قوي عن نفسك قدام الشخص ده، ووضح ثقتك بنفسك وفرحتك وانبساطك. لو عايز تكون مستفز شوف ايه اكتر حاجة مستنيها منك الشخص ده واعمل عكسها تماما. يعني لو هو بيعمل حاجة عشان مستني منك تتضايق اتبسط جدا، لو هو بيتجاهلك عشان مستني منك تسأل عليه وتهتم وتشوف هو متغير معاك ليه، بين ان انت مبسوط في حياتك، ولما هو كمان يكلمك بين قد ايه انت مبسوط ومش واخد بالك اصلا ان هو متجاهلك. لو عايز تكون مستفز مع الشخص اللي بيتجاهلك ابعت له ان انت عايز تقول له حاجة مهمة قوي، ولما يرد عليك ويقولك انا موجود ايه الحاجة المهمة، وتتكلموا وتدخلوا في موضوع ويبقى هو مشدود ان هو يتكلم بسبب ان انت شدته باي حاجة ان انتوا تتكلموا، ساعتها سيب الشات بتاعه تماما وتجاهل المسج بتاعته مدة كبيرة بعد ما فتحته موضوع مهم وبدأ يتكلم ويهتم. لو عايز تكون مستفز مع اكتر شخص مضايقك ومش بيحس بيك او بيقلل من مشاعرك، استنى اكتر وقت هو يكون متعصب فيه وقلل من الحاجة اللي هو متعصب عشانها وقد ايه هو مكبر الموضوع، واعمل تجاهل تام لمشاعره وتعامل ببرود مع ابتسامة.